كالسحرة يقلبون الحق باطلا. هكذا فعل هؤلاء الصعافقة الجدد. الذي يريد جمع الكلمة يرون أنه طاعن في الشيخ فركوس، وأنه ضد الشيخ فركوس، وأنه ضد الحق، وهكذا من التلاعب والخبث واتباع الهوى للأسف الشديد. هذا نبيل باهي قد فضحه الله بأمور عديدة، منها أنا كما قلت لكم أيها الإخوة السلفيون كلامه عني أني فرقت السلفيين. هذه كذبة صريحة تسقط بها عدالة هذا الفاسق. خلاص إيش تريدون أدلة أخرى؟ ولكن توجد أدلة أخرى كثيرة. الذين يزعمون اتباع الأدلة وأنه غير مقلدة، الأدلة أمامكم واضحة. الآن هذا نبيل باهي اتهم الشيخ عبد المجيد جمعة بأنه طلب منه طبع كتب 5 كتب، وقيمة هذه الطباعة 100 مليون، وقيمة هذه الطباعة 100 مليون. فهو يريد أن يبين للناس أن الشيخ عبد المجيد جمعة أكل ماله. طبعا هذا الرجل وليس برجل، هذا الدجال. وأنا قرأت رد الشيخ عبد المجيد جمعة وهو رد نفيس، لكن عندي ملاحظة واحدة. طبعا ملاحظة واحدة يعني طريفة، ولكن هناك ملاحظة أخرى في الآية: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أوردها مرتين، في المرة الثانية نسي الألف واللام، خطأ مطبعي، الطابع نسي الألف واللام فكتبها بئس اسم الفسوق الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان معذرة، فهو كتبها بئس اسم الفسوق بعد الإيمان في المرة الثانية، الأولى صحيحة. فالإخوة في موقع الإبانة يصححوا هذا الخطأ. الملاحظة أن الشيخ عبد المجيد قال عنه رجل عدة مرات وهو ليس برجل. الشيخ عبد المجيد نفسه في الموضع الآخر قال إنه يفقد الرجولة هذا الشخص، يعني نفس الشيخ عبد المجيد جزاه الله خير نبه على أن هذا ليس عنده رجولة. وأيضا هل اتهامه بالخيانة وعدم الرجولة كان بسبب توليه طبع هذه الرسائل أم بسبب خيانته للمجالس؟ كلامه هنا حق، لكن هذا لا يستحق أن يقال عنه رجل إلا معها علامة تعجب. هذا ليس برجل، هذا يفتقد إلى الرجولة، هذا خبيث. نبيل باهي إيش كذب؟ زعم إنه 100 مليون. طيب أنتم يا سلفيون أنتم فاهمين السلفية ولا مش فاهمين؟ أنا أستغرب من السلفيين كيف ينجرون خلف هذا الدجال بدون وعي. أنا أستغرب حتى الذين يقولون إن الشيخ فركوس قال هذا. حتى لو قال الشيخ فركوس، هو الشيخ فركوس كلامه وحي؟ نفس الشيخ فركوس مطالب بالدليل. أنت يا شيخ فركوس حفظك الله ورعاك شيخنا على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس، تقول 100 مليون، أعطينا الدليل. يقول نبيل باهي شاهد. شاهد ماذا؟ شاهد على ماذا؟ يعني سبحان الله، شاهد على ماذا؟ شاهد زور. هو الآن شهد على طائفتين. نبيل باهي شهد على صاحب المطبعة وشهد على الشيخ عبد المجيد جمعة. شهد على صاحب المطبعة أنه طبع هذه الكتب 5 ب100 مليون، وشهد على الشيخ عبد المجيد جمعة أنه في ذمته مشغولة ب100 مليون. ونبيل باهي كذب على صاحب المطبعة وكذب على الشيخ عبد المجيد جمعة، كذب مرتين. أنت يا نبيل باهي يا كذاب تقول إن الشيخ عبد المجيد جمعة في ذمته 100 مليون، أين الدليل؟ هات الدليل. افهموا جيدا. الآن شخص يقول لكم أنا لي على أسامة عطايا فلوس، هذه فعلوها الصعافقة مع الشيخ ربيع، والله خدعوا الشيخ ربيع وهو عالم كبير. يعني ليس الشيخ فركوس فقط الذي خدعه نبيل باهي، الشيخ ربيع خدعوه. بماذا خدعوا؟ لما كنت في ليبيا وأصدروا بيانا ضد هؤلاء الصعافقة رددت عليهم، رددت عليهم بيانهم بعدين. يعني إيش قالوا للشيخ ربيع؟ إني أنا رديت عليهم لأني بينهم وبيني قضية مالية. وهم 5: طارق درمان دجال الجبل، وأبو مصعب حثالة، وأبو أحمد المصراتي، وأبو عبيدة، وأبو حذيفة المصراتيين أيضا. 5. قال الشيخ ربيع لإخوة ومسجل بصوت الشيخ ربيع إن أسامة عطايا تكلم في هؤلاء 5 لأنه بينهم وبينه قضايا مالية. أقسم بالله العظيم والله الذي لا إله إلا هو ما في يوم من الأيام أعطيت هؤلاء 5 دينارا ولا ريالا ولا أي عملة على وجه الأرض مالا ولا ربما يعني أكرمتهم في بيتي، أطعمتهم وسقيتهم عادي، هذا من باب يعني إكرام الضيف. كل هؤلاء 5 جو ضيوف عندي، بعضهم أفطر عندي على سفرتي في بيتي، وبعضهم تعشى عندي. هؤلاء 5 نعم عذرة إلا طارق درمان هذا تعشى عند الشيخ العقيل، لما تعشى عندي عند زوج أختي الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل. أما 4 كلهم استضفتهم في بيتي وأكرمتهم ولا أمن عليهم، لكن والله ما في واحد منهم أعطاني دينارا ولا درهما ولا ريالا ولا دولارا ولا أي عملة ولا ذهب ولا فضة ولا بيني وبينهم أي حقوق مالية. والله الذي لا إله إلا هو هؤلاء 5 لا يوجد بيني وبينهم أي معاملة مالية، ولا أذكر في حياتي أن أحدهم أهداني هدية. والله لا أذكر في حياتي أن أحدهم أهداني هدية هؤلاء 5. فكيف يقول عندي بيني وبينهم مشكلة مالية؟ هكذا ضحكوا على الشيخ ربيع. هو عالم إمام جرح تعديل وحامل راية الجرح والتعديل
ويعرف قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومع ذلك لم يتبين وصدق من ظنهم ثقات. للأسف الشديد قلت يا شيخ ربيع أعطيني شيئا إثبات، طيب هات، ما عنده شيء إلى يومك هذا أنا أتحدث